بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. حكايتنا النهاردة مع طفل المزود المسيح له كل المجد. طفل المزود اللي أنار الدنيا بوجوده، اللي لما جه جمع كل الناس حواليه، وجمع حتى الفقراء والأغنياء في وجود المجوس والرعاة، لأن الرعاة بيمثلوا الطبقة الفقيرة، والمجوس بيمثلوا الطبقة الغنية اللي دايما محتاجة ربنا برضو في كل أعمالها وفي كل أوقاتها. وكل الفقراء المسيح جه فقير عشانهم، وعشان يبقى دايما ثابت ليهم إن هو الأحق وهو الرب وهو المخلص اللي جه للعالم كله. وحتى الملائكة قالت معاه: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. وجت ترنم معاه في المزود الصغير دوت اللي ساع قلوب الناس كلها من كل الناس، وحتى الحيوانات وحتى كل مخلوقات الأرض كانت متجمعة حواليه في نفس اللحظة. بركة صلوات الميلاد تحقق أمانيكم، ودايما تبتدي عهد جديد مع ربنا، مهما كانت خطايانا، مهما كانت ضعفاتنا، مهما كانت زلاتنا. ربنا قادر انه يمحي كل شيء بميلاده، ونبتدي دايما معاه عهد جديد. فحتى في عزة البابا توادرس عجبتني كلمة قال ان كل البلاد في ايد ربنا، لكن مصر في قلب ربنا نفسه، لانه عاش والعائلة المقدسة فيها 3 سنين و6 شهور و10 ايام. فبيقول إذا كانوا عاشوا الفترة ديت فكان المفروض ياخدوا الجنسية المصرية عشان يبقوا معانا وعلى نفس لغتنا وأصالتنا المصرية. فهم عاشوا على الأرض دي، فربنا بارك الأرض ديت لما قال مبارك شعب مصر. ومعجزات المسيح لما دخل مصر كتيرة، هي هدمت كل الأوثان ونورت كل الطرق، وكل حتة خطة فيها المسيح اتعمل فيها كنيسة، عشان تقول للعالم كله ان كل خطوة المسيح خطاها مع العائلة المقدسة بقت نقطة ارتكاز كبيرة في الأرض، بتنور ليل السماء وتشهد عن مجيئه وهو طفل الأرض مصر. وإن شاء الله وقت مجيئه التاني خلينا كلنا مستعدين، وكلنا نبقى منورين، وكلنا نبقى معاه في الفردوس. كلنا نبقى قد الثقة اللي هو اداها لنا من وقت ما هو جه من سماء لينا، عشان يدينا قوة كبيرة نبعد بيها عن ضعفاتنا وزلاتنا ومشاكلنا. هو ادانا القوة دي، فبالقوة دي أمين أمين لكل إنسان يتخطى كل ضعفاته بميلاد المسيح، ونبتدي دايما معاه عهد جديد مليان نور ومحبة. وطريق النور دايما بينور الإنسان من جواه ومن قلبه. ودايما يا رب عيد ميلاد سعيد وسنة سعيدة حلوة، ويا رب كل الأمنيات تتحقق ببركة طفل الميلاد ربنا يسوع المسيح، له كل المجد. بركات الميلاد يا رب تشملنا وتشملكم دايما وتحقق أمانيكم. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح ربنا، دايما يفرح قلوبكم بكل غالي. واذكرونا دايما في صلواتكم، وبركات العائلة المقدسة وبركات الميلاد وطفل الميلاد تشملنا وتشملكم دايما يا رب. واذكرونا دايما في صلواتكم. امين.